فيلمنا النهارده بيبدأ بحكاية من الماضي عن عيلة بتحب الموسيقى، واللي بيظهروا هم عايشين مع بعض حياة سعيدة. ولكن في يوم من الأيام بيقرر الأب إنه يسيب عيلته علشان يروح يحقق حلمه في إنه يكون عازف مشهور وناجح، ولكنه للأسف ما بيرجع لهمش تاني. وفي الوقت ده بتتضايق زوجته اللي اسمها إيميلدا، وبتقرر إنها ترمي كل الأدوات الموسيقية من البيت، وبتبدأ في تصنيع الأحذية علشان تقدر تصرف على بنتها الصغيرة اللي اسمها كوكو. وبتعدي الأيام وبتكبر كوكو وبتتجوز وبتخلف، وبيكون عندها عيلة كبيرة واللي بيكونوا كلهم بيشتغلوا في صناعة الأحذية. وفي الوقت ده بنعرف إن إيميلدا ماتت من زمن، وبالرغم من كده بيفضلوا عيلتها يكرهوا الموسيقى. وبنروح بعدها لوقتنا الحاضر وبنشوف ولد صغير اسمه ميجل، واللي بيعرفنا على جدته ماما كوكو بعد ما كبرت وبقت عجوزة. وبيبدأ ميجل بعدها يحكي لنا عنها أكتر، وبيقول إن ماما كوكو بتنسى بسرعة جدا، وبالرغم من كده هو بيكون مستمتع جدا وبيلعب معاها وبيحكي لها كل اللي بيحصل معاه. وبيعرفنا ميجل كمان على جدته التانية اللي بتكون بنت ماما كوكو، وبيبدأ ميجل يحكي لنا عنها هي كمان، وبيقول انها بتكره الموسيقى جدا زي جدتها إيميلدا. وبعد شوية بيروح ميجل يودع اهله وبيخرج من البيت وبيجري في الشارع وهو سعيد. وفي الوقت ده بيقول ميجل ان هو بيحب الموسيقى على عكس باقي عيلته، وان حبه ليها كان بسبب المغني المفضل بتاعه اللي اسمه ارنستو ديلا كروز. وبيبدأ ميجل يحكي لنا عنه هو كمان، وبيقول ان ارنستو هو اعظم موسيقار في التاريخ، وان بدايته كانت من نفس المدينة بتاعته، وان ارنستو زمان كان معاه جيتار مميز جدا واللي فضل يعزف عليه لحد ما بقى مشهور وكل الناس عرفته. وان شهرة ارنستو بدأت من بعد ما عمل اشهر اغنية ليه واللي اسمها اوسكوريني. وبيقول ميجل ان ساعتها كل الناس كانوا بيحبوا يسمعوا الاغنية دي. وفي حفلة من الحفلات بيظهر ارنستو وهو مندمج في الغنى، ولكن فجأة بيقع عليه جرس كبير وبيموته. وبنرجع بعدها تاني ميجل اللي بيقول ان هو بيتمنى ان يكون زي مغني المفضل ارنستو. وبعد شوية بيروح ميجل لساحة الفنانين علشان يلمع حذاء واحد من المغنيين، ووقتها بيبدأ ميجل يتكلم معاه وبيقول ان هو نفسه يكون عازف مشهور، ولكنه للاسف مش قادر يعمل كده لان عيلته بتكره الموسيقى. وفي الوقت ده بيبدأ المغني يشجعه وبيعرفه ان بالليل هيكون في مسابقة كبيرة للمواهب، وبيقول له كمان ان هو لو عزف قدام الناس واثبت لهم ان هو موهوب اكيد هيقدر يغير رأي عيلته عن الموسيقى. وبيفكر المغني بنصيحة ارنستو الشهيرة عن اغتنام الفرصة، وبيفضل المغني يشجع ميجل وبيديله الجيتار بتاعه وبيطلب منه يعزف عليه. وقبل ما ميجل يعمل كده بتيجي جدة ميجل فجأة وبتضرب المغني وبتزعق له وبتطلب منه ما يقربش من حفيدها تاني. وبتروح الجدة وبتاخد ميجل وبترجعه للبيت، وبتحكي لباقي العيلة ان ميجل كان موجود في ساحة الفنانين. فبيعتذر لهم ميجل عن اللي هو عمله وبيحاول يقنع عيلته انهم يسيبوه علشان يشارك في مسابقة المواهب، ولكن وقتها بيتريقوا عليه كل اللي موجودين. وبعدها بتروح لجدته وبتفكروا ان النهارده هو يوم الموتى، وبتاخدوا المكان اللي موجود فيه كل صور قرايبهم اللي ماتوا، وبتعرفوا ان هم بيعلقوا صورهم علشان يفضلوا فاكرينهم، وبكده ارواحهم هتفضل موجوده وسطهم. وبيظهر وقتها ميجل وهو بيستهزأ بكلام جدته وما بيكونش مصدقه. وساعتها بتكمل جدته كلامها وبتقول له ان هو لازم يرعى اسرته ويهتم بيها، والا محدش هيفتكره زي والد ماما كوكو اللي اتخلى عن عيلته علشان يروح يعزف. وبعد شويه بيروح ميجل لمكان سري وبياخد الجيتار بتاعه اللي هو صنعه بنفسه، وبيبدأ ميجل يعزف على الجيتار اللي بيكون شبه جيتار ارنستو. وفي الوقت ده بنعرف ان ميجل موهوب في استخدام الجيتار وبيعرف يعزف عليه بطريقه مبهره، وبيفضل ميجل يعزف وهو سعيد جدا. وبعدها بيسمع ميجل لقاء لارنستو على التلفزيون، وبيشوفه وبيقول ان اي حد عاوز ينجح لازم يغتنم الفرصه علشان يقدر يحقق حلمه. فبيتحمس ميجل جدا وبيقرر ان يشترك في مسابقه المواهب، وفعلا بيتسلل ميجل من على السطح علشان محدش يشوف الجيتار بتاعه، وبيخبيه تحت الترابيزه اللي عليها صور قرايبه اللي ماتوا. وفجاه تدخل عليه جدته معاها والده ووالدته، واللي بيعرفوه ان هم قرروا يعلموه صناعه الاحذيه علشان يشتغل معاهم. ووقتها بيظهر على ميجل انه مش متحمس للفكره لانه عاوز يطلع عازف مشهور مش صانع احذيه. وبمجرد ما اهله بيخرجوا من الاوضه بيروح الكلب بتاع ميجل اللي اسمه دانسي علشان ياكل الاكل اللي موجود على الترابيزه اللي عليها الصور. فبيحاول ميجل ان يمنعه، لكن للاسف بتقع صوره جدته ايميلدا وبيتكسر البرواز بتاعها، ووقتها ما بيكونش ميجل عارف يتصرف ازاي. وبمجرد ما بيمسك ميجل الصوره بيكتشف ان كان في جزء مستخبي من الصوره، وفي الجزء ده بيشوف ميجل الجيتار بتاع ارنستو، ولكن بيكون في جزء من الصوره مقطوع. وساعتها بيفهم ميجل ان ارنستو يبقى هو جده الحقيقي، وبياخد الصوره وبيروح لعيلته وبيقول لهم ان والد ماما كوكو يبقى هو المغني ارنستو ديلا كروز، وبيعرفهم ان هو بيحب الموسيقى وانه في يوم من الايام هيبقى موسيقار مشهور زيه. ولكن للاسف عيلته ما بيصدقوش وبيقولوا له ان هم عمرهم ما عرفوا مين هو الشخص اللي موجود في الصوره، وبيلوموه لانه كان مخبي عليهم ان هو بيتعلم العزف. وساعتها بيحاول ميجل يشرح لهم ان هو حلمه يكون عازف مش صانع احذيه، وبيفضل يترجوهم ان هم يدوا له فرصه علشان يثبت لهم فيها موهبته. ولكن وقتها بتتعصب جدة ميجل وبتاخد منه الجيتار بتاعه وبتكسره، فبيحزن ميجل جدا وبياخد الصوره وبيجري وهو بيعيط لحد ما بيوصل لساحه الفنانين. وهناك بيطلب ميجل من المغنيين انهم يدوا له الجيتار
علشان يقدر يشترك بيه في مسابقة المواهب، ولكن للأسف محدش بيساعده. ولما بيبص ميجل على الجيتار اللي في الصورة بتجيله فكرة، وبيروح ميجل للمقابر اللي بيكون موجود فيها ناس كتير جدا، لأنه ذكرى يوم الموتى اللي الناس بيفتكروا فيه قرايبهم اللي ماتوا. ووقتها بيتسلل ميجل وبيروح لمقبرة أرنستو وبيدخل من الشباك من غير ما حد يشوفه، وبيقرب من الجيتار وبياخده وبيوعد أرنستو إن هو هيرجعه له بعد المسابقة. وبمجرد ما ميجل بيبدأ عزف على الجيتار بتحصل حاجة غريبة في المكان، وفجأة بياخدوا الناس بالهم إن الجيتار اختفى، فبيستخبى ميجل بسرعة علشان ما حدش يشوفه. ولما حارس المقابر بيفتح الباب بيسيب ميجل الجيتار وبيحاول يهرب، ولكنه بعدها بيكتشف إن الحارس ما بيكونش شايفه، فبيترعب ميجل جدا وبيخرج بسرعة من المقبرة وبيجري وهو خايف ومرعوب لأن مفيش حد من الناس شايفه. وبيفضل ميجل يجري لحد ما بيوصل لوالده ووالدته اللي بيكونوا بيدوروا عليه، ولكنهم هم كمان ما بيكونوش شايفينه. وساعتها بيترعب ميجل أكتر لما بيشوف أرواح الناس اللي ماتوا، وبتترعب الأرواح دي هي كمان لأنهم شايفينه، فبيخاف ميجل جدا وبيجري بسرعة لحد ما بيستخبى وبيفضل بيتفرج على الأرواح دي. ولكن فجأة بيجي الكلب دانتي واللي بيكون هو الوحيد اللي شايف ميجل، واللي بياخده بعدها وبيوديه لأرواح عيلته اللي ماتت، واللي بيستغربوا هم كمان من إن ميجل شايفهم، ولكنهم بيحضنوه بيكونوا فرحانين بيه، وبيقرروا إنهم يروحوا الإيميلدا لأنها هي الوحيدة اللي هتقدر تحل مشكلة ميجل. ولكن فجأة بيجي 2 من عيلتهم وبيعرفوهم إن إيميلدا ما عرفتش تعدي من الجسر، ووقتها بيفهموا كلهم إن ده حصل بسبب ميجل، وبياخدوه علشان يروحوا لها. وفي الطريق بينبهر ميجل جدا لما بيشوف الجسر اللي بيربط ما بين عالم الأرواح وعالم الأحياء، وبيمشي ميجل على الجسر اللي بيكون عبارة عن أوراق شجر مضيئة، وبيظهر ميجل بعدها وهو منبهر بعالم الأرواح اللي بيكون شكله جميل جدا. وبيعرف ميجل وقتها إن مفيش حد من الأرواح دي بيقدر يعدي من الجسر إلا لما يكون في حد من قرايبه معلق له صورة علشان يفتكروا بيها في عالم الأحياء. وبيشوف ميجل بعدها واحد من الأرواح محدش معلق له صورة، وهو بيجري وبيهرب من الحراس وبيحاول إنه يخرج من البوابة، وبعد كل اللي عمله ده ما بيقدرش إنه يعدي من على الجسر، وبيجوا بعدها الحراس وبيقبضوا عليه. وبعد شوية بيوصل ميجل مع عيلته للمكان اللي بيحلوا فيه مشاكل الأرواح، وفي المكان ده بيشوفوا إيميلدا اللي بتكون متعصبة جدا لأنها مش قادرة تعدي من الجسر، فبيروحوا لها باقي عيلتها ومعاهم ميجل، وساعتها بتتصدم إيميلدا لما بتشوفه، وبيروحوا كلهم للمسؤول اللي بيقول لهم إن عيلتهم اتصابت باللعنة، وده لأن ميجل حاول يسرق جيتار في يوم الموتى. فبتتعصب إيميلدا جدا لما بتعرف إن ميجل عاوز يطلع عازف، ولما بتروح إيميلدا وبتسأل المسؤول عن علاقتها باللي حصل بيعرفها ميجل إن هو أخد الصورة بتاعتها من على الترابيزة، وعلشان كده هي مش قادرة تخرج من عالم الأرواح. وساعتها بيتدخل المسؤول وبيعرف إيميلدا إنها لو سمحت ميجل على اللي هو عمله هيرجع لعالم الأحياء، وده لازم يكون قبل طلوع الشمس، وإلا ميجل هيتحول لروح وهيفضل موجود معاهم في عالم الأرواح للأبد. وبيروح المسؤول وبياخد ورقة شجر وبيديها لإيميلدا وبيطلب منها تسامح ميجل، وفعلا بتسامح إيميلدا بشرط إنه يرجع للبيت ويعلق صورتها، وإنه كمان ما يعزفش موسيقى تاني، وبتعرفه إنه لو كسر الشروط دي هيرجع لعالم الأرواح من تاني. وبمجرد ما ميجل بياخد ورقة الشجر بيتنقل لعالم الأحياء، وبالرغم من اللي حصل بيكون ميجل عاوز يحقق حلمه، وبمجرد ما بياخد الجيتار بيتنقل تاني لعالم الأرواح. فبتتعصب إيميلدا جدا لأن ميجل كسر الشرط بتاعها وكان عايز يعزف تاني على الجيتار، وبيتضايق ميجل جدا وبيقول لجدته إيميلدا إن دي حياته وهو حر وإنها ما ينفعش تتحكم فيها. وبيروح ميجل لباقي عيلته وبيطلب منهم يسامحوه بدون شروط، ولكن بيكونوا كلهم خايفين من إيميلدا. ولما بيشوف ميجل الصورة اللي كانت معاه بتجيله فكرة، وبيقول لهم إن هو هيروح للحمام، وبيسيبهم وبيخرج وبيتسلل من غير ما حد يشوفه، وبيجري بسرعة هو والكلب دانتي. وبيقرر ميجل إنه يروح لجده أرنستو لأن هو الوحيد اللي في عيلته هيسامحه وهيسيبه يعزف. ولما واحد من الأمن بيشوف ميجل وبيحاول يوقفه بيهرب ميجل منه بسرعة، وبيدخل لأوضة معينة وبيستخبى فيها. وفي الأوضة دي بيسمع ميجل الشرطي وهو بيتكلم مع الراجل اللي كان عاوز يروح لعالم الأحياء، وبيقول الراجل ده للشرطي إن هو صديق أرنستو، وبيعرض عليه إن هو يخليه قبله مقابل إن هو يساعده علشان يروح لعالم الأحياء. ولكن الشرطي بيرفض وبيديله مخالفة، فبيتعصب الراجل ده وبيمشي. وساعتها بيتحرك ميجل من مكانه وبيروح وراه، وبياخده وبيدخلوا لأوضة التليفون، وبيطلب منه إن هو يساعده علشان يقابل أرنستو. ووقتها تيجي للراجل ده فكرة وبيوافق إن هو يساعد ميجل مقابل إنه يساعده هو كمان. وبيعرفه الراجل ده بنفسه وبيقول له إن اسمه هيكتور. وفجأة بيشوف ميجل إيميلدا وباقي عيلته، فبياخد هيكتور وبيهرب من المكان بسرعة. فبتتعصب إيميلدا وبتنادي على الوحش بتاعها وبتطلب منه يعرف مكان ميجل. ومن ناحية تانية بنشوف هيكتور اللي بيغير شكل ميجل علشان محدش يعرف إن هو من عالم الأحياء، وبيقول له إن هو ما بيقدرش يعدي من البوابة لأن مفيش حد معلق صورته، وبيديله الصورة ليه وبيعرفه إن هو هيساعده مقابل إن مجرد ما يرجع لعالم الأحياء يعلق صورته. وبيقترح هيكتور على ميجل إن هو يدور على أي قريب تاني ليه علشان يسامحه لأن الوصول لأرنستو صعب جدا. فبيكذب ميجل عليه وبيقول له إن هو ملوش أي قرايب غير أرنستو وبيمشي. فبيروح هيكتور وراه، وبعد شوية بيوصلوا هما الاتنين لمكان البروفة اللي بيتدرب فيها أرنستو، وهناك بيقابلوا فريدا اللي بترحب بميجل وبتسأله
بتساله عن رايه في العرض التقديمي لحفله ارنستو، فبيقول لها ميجل على شويه نصايح وبيطلب منها تضيف موسيقى مع العرض علشان تبهر الناس. وفعلا بتعجب فريده بفكره ميجل اللي بيسالها عن مكان ارنستو، فبتقول له فريده ان ارنستو ما حضرش البروفه لانه مشغول في تنظيم الحفله اللي في قمه البرج بتاعه. وفي الوقت ده بيجوا مجموعه من الموسيقيين وبيفضلوا يتريقوا على هيكتور، فبيستغل ميجل وجودهم وبيسالهم ازاي يقدروا يقابلوا ارنستو. فبيقول له واحد من الموسيقيين ان في مسابقه كبيره في المدينه وان اللي هيفوز في المسابقه دي هيعزف في حفله ارنستو. فبتيجي فكره لهيكتور وبيقول لي ميجل ان هو يعرف حد ممكن يديهم جيتار علشان يقدروا يشتركوا بيه في المسابقه دي. ومن ناحيه تانية بيوصلوا عائله ميجل للمكان اللي كان موجود فيه وبيمشوا ورا اثار اقدامه. وفي مكان تاني بنشوف ميجل وهيكتور وهم في طريقهم للشخص اللي هياخدوا منه الجيتار، واللي بيفضلوا ماشيين لحد ما بيوصلوا لمكان قريب منعزل عن المدينه. وبيقول هيكتور لميجل ان كل الاشخاص اللي عايشين هنا مالهمش صور متعلقه في عالم الاحياء علشان كده ما بيقدروش يعدوا من الجسر. وبيدخل بعدها هو وميجل واحد من البيوت وبيقابلوا صديق هيكتور اللي بيتعصب اول ما بيشوفه وبيطلب منه يخرج من البيت. فبيفضل هيكتور يترجى ان ياخد الجيتار بتاعه لانهم عاوزينه في حاجه مهمه. فبيتعصب صديق هيكتور اكتر وبيرفض لان هيكتور اخد منه حاجات كتير وما رجعهاش لحد دلوقتي. واثناء ما هم بيتكلموا بتحصل لصديقه حاجه غريبه وبيتعب وبيقول لهيكتور ان هو بيتلاشى لان ما بقاش في حد فاكره. وبيطلب من هيكتور ان يعزف له، وفعلا بياخد هيكتور الجيتار وبيبدا يعزف له. وبنكتشف وقتها ان هيكتور موسيقار موهوب جدا واللي بيعزف على الجيتار بمنتهى السلاسه. فبينبهر ميجل بالموسيقى بتاعته ومن طريقه غناه. وبيفضل هيكتور يغني وهو بيعزف لحد ما بيموت صديقه وبيتلاشى. فبيحزن هيكتور جدا على فراقه، وساعتها بيستغرب ميجل وبيسال هيكتور عن اللي حصل. فبيعرفوا هيكتور ان الموت الحقيقي في عالم الارواح بيكون لما الناس تنساه وما بيكونش في اي حد فاكره بعد موته في عالم الاحياء. وبيدي هيكتور الجيتار لميجل وبيخرجوا من البيت علشان يروح المكان المسابقه. وفي الطريق بيقول هيكتور لميجل ان هو اللي علم ارنستو كل حاجه عن الموسيقى، ولكن ميجل بيستهزأ بيه وما بيصدقش كلامه. وبعد شويه بيوصلوا هما الاثنين لمكان المسابقه، وهناك بينبهروا لما بيشوفوا مقدمه المسابقه وهي بتقول ان اللي هيفوز في المسابقه هيعزف في حفله ارنستو. وبتبدا المسابقه ولكن معظم المتسابقين ما بيكونوش موهوبين وما بيعجبوش الجمهور. وبعد شويه بيدخل فريق مميز وبيعزفوا بطريقه مبهره بتعجب كل الناس. اما ميجل فبيكون متوتر جدا وخايف، وبيقول لهيكتور ان دي اول مره يعزف فيها قدام جمهور. فبيبدا هيكتور يديله شويه نصايح علشان يقدر يعزف بطريقه كويسه. وبيفضل ميجل يقلد هيكتور في كل حركات المجنونه وبيعمل زيه. وبيجي الدور على ميجل وبيطلع للمسرح لكنه بيكون خايف ومتوتر جدا من الجمهور. وبالرغم من كده بيعمل ميجل كل اللي هيكتور علمه له وبيستجمع شجاعته وبيبدا يغني وهو بيعزف على الجيتار. وبينبهر هيكتور من طريقه عزف ميجل اللي بتكون مميزه جدا، وكمان بينبهروا الجمهور وبيعجبهم اداء ميجل وبيبداوا يشجعوه. وبيفضل ميجل يغني وهو سعيد ومبسوط وبينضم له هيكتور وبيرقص ويغني معاه. وفي الوقت ده بتوصل عائله ميجل لمكان المسابقه وبيبداوا يدوروا عليه. وبالصدفه بيلاحظ ميجل وجود عيلته، فبياخد هيكتور وبينزل من على المسرح بسرعه. وبتطلع مقدمه المسابقه وبتسال الناس اذا كان حد منهم شاف ولد صغير ضايع من عالم الاحياء لان عيلته بيدوروا عليه. وبمجرد ما هيكتور بيسمع الكلام ده بيتعصب جدا لان ميجل كذب عليه وقال له ان ارنستو هو قريبه الوحيد، وبيقول ان دي ممكن تكون اخر فرصه ليه علشان يقدر يعدي من البوابه. وبيحاول هيكتور ان يرجعه لعيلته ولكن ميجل بيرفض وبيرمي له صورته وبيسيبه وبيمشي. فبيروح هيكتور ياخد صورته وبيرجع يدور على ميجل، ولكن فجاه بتيجي الشرطه وبيشوفوا ميجل اللي بيجري بسرعه علشان يهرب منهم. ولكن فجاه بتيجي ايميلدا وبتمنعه من الهروب. فبيتضايق ميجل وبيجري بسرعه علشان يهرب من ايميلدا اللي بتجري وراه هي كمان وبتطارده. وفعلا بيقدر ميجل ان هو يعدي من فتحه صغيره في الباب، وما بتقدرش ايميلدا انها تعدي من الفتحه دي. وقبل ما ميجل يهرب بتغني ايميلدا وبينبهر ميجل لما بيسمع صوتها وطريقه غناها، واللي بيسالها هي ليه بتقرا الموسيقى. فبتقول له ايميلدا انها كانت بتحب تغني مع زوجها اللي كان بيعزف على الجيتار وان الموسيقى كانت هي اهم حاجه في حياته. ولكنها لما خلفت كوكو اكتشفت ان بنتها اهم بكتير من الموسيقى وقررت انها تاسس اسره سعيده. ولكن زوجها قرر انه يسيبهم علشان يكون عازف مشهور. وبتطلب ايميلدا من ميجل ان يتخلى عن الموسيقى لانها فرقت عيلتهم زمان وانها مش عاوزه نفس الغلطه تتكرر تاني. فبيحزن ميجل وبيعيط وبيقول لها ان ده حلمه وانه مش هيعرف يتخلى عنه، وبيفكرها ان واجب الاسره انهم يساعدوه ويدعموه. وبيسيبها وبيمشي. وبعد شويه بيوصل ميجل لمكان البرج اللي هيتعمل فيه حفله ارنستو. ولما بيروح ميجل علشان يدخلوا بيمنعوا الحارس من الدخول. وبالصدفه بيشوف ميجل الفريق اللي فاز في المسابقه، فبيروح يطلب منهم المساعده وفعلا بيساعدوه الفريق وبيدخلوه معاهم للحفله. وهناك بيروح ميجل يقابل ارنستو، ولكن للاسف بيكون المكان زحمه جدا وما بيكونش ميجل قادر ان هو يوصل له بسبب كم الناس اللي موجودين في الحفله. ولكن وقتها بتيجي لميجل فكره وبيطلع على السلم وبيصرخ وبيلفت انتباه كل اللي موجودين. وبيبدا ميجل يغني وهو بيعزف على الجيتار، وكالعاده بينبهروا كل اللي موجودين بعزف ميجل اللي بيكون مميز جدا. حتى ارنستو بيعجبه العزف
ولما بيجي ميجل يمشي على السلم بيقع في الميه، فبينزل ارنستو وراه وبيخرجه بسرعه، واللي بيندهش لما بيعرف ان هو ده الولد اللي جالهم من عالم الاحياء، وبيسالوا ارنستو عن سبب وجوده هنا، فبيعرفوا ميجل ان هو حفيده وانه جاله لانه عاوز مسامحته علشان يقدر يرجع تاني لعالم الاحياء. فبيفرح ارنستو جدا لانه عنده حفيد موسيقار، وبيقوم ارنستو بيشيل ميجل وبيحتفل بيه وبيحييهم كل اللي موجودين في الحفله. وبنشوف وقتها هيكتور اللي بيكون متنكر في شخصيه فريدا وبيقدر ان هو يدخل للحفله. اما ارنستو فبيكون فرحان بوجود ميجل وبيعرفه على كل اصدقائه وبيبقى فخور جدا بيه. وبعد شويه بيروح ميجل وبيسال ارنستو اذا كان ندمان على انه فضل الموسيقى عن عيلته، فبيقول له ارنستو ان ده كان قدره وان هو كان لازم يحقق حلمه، وبيفهمه ان الموسيقى هي مستقبله، وبيطلب من ميجل ان هو يحضر الحفله معاه علشان يعرف كل اللي موجودين في عالم الارواح مين هو حفيد ارنستو. وبالرغم ان ميجل بيكون فرحان جدا الا انه بيرفض لانه لازم يرجع لعالم الاحياء قبل شروق الشمس والا يتحول لروح. فبيمسك ارنستو ورقه شجره علشان يدي مسامحته لميجل، ولكن فجاه بيوصل هيكتور وهو متنكر وبيقطعهم، وبيقول لميجل ان في اتفاق ما بينهم وبيطلب منه ياخد الصوره بتاعته، ولكن ارنستو بياخد صورته وبيعتذر له لان ما بقاش حد فاكره. فبيتعصب هيكتور وبيلوم ارنستو لان هو السبب، وبيروح هيكتور وبيعرف ميجل ان هو وارنستو كانوا اصدقاء، وان هو لما مات ارنستو سرق كل الاغاني بتاعته ونسبها لنفسه. وبالرغم من كده ما بيكونش هيكتور عاوز اي حاجه غير ان ميجل يرجع لعالم الاحياء ويعلق الصوره بتاعته علشان يقدر يعدي من الجسر ويشوف بنته. وبيقول هيكتور لارنستو ان هو السبب في انه ساب عيلته، وساعتها بيفتكر ميجل الفيلم بتاع ارنستو، وبيفتكر هيكتور لما كان عاوز يرجع لعيلته ولكن ارنستو حاول يمنعه، ولما فشل في اقناع هيكتور طلب ارنستو منه انه يشرب مشروب معين وهو هيوصله، وفي الطريق تعب هيكتور ومات. وبيقول هيكتور وقتها ان هو كان فاكر ان هو مات بسبب الاكل اللي هو اكله، ولكن ارنستو بيكون هو اللي عمل كده علشان يسرق الاغاني بتاعته. وساعتها هيكتور بيتاكد ان ارنستو هو اللي حط له السم اللي موته في المشروب، وبيبدا هيكتور انه يهاجم ارنستو وبيضربه، ولكن وقتها بيجوا الحراس وبياخدوه. وبعد اللي حصل ده بيحط ارنستو الصوره بتاعت هيكتور في جيبه، وبيرفض انه يدي مسامحته لميجل، وبينادي ارنستو على الحراس علشان ياخدوه. فبيقول له ميجل ان هو من عيلته وانه ما ينفعش يقتله، فبيقول له ارنستو ان ده مش فارق معاه لانه قتل اعز اصدقائه قبل كده علشان يحقق حلمه. وفعلا بياخدوا الحراس ميجل وبيرموه في حفره كبيره فيها ميه، فبيعوم ميجل وبيخرج من الميه دي وبينادي على اي حد علشان يجي يساعده، ولكن للاسف محدش بيسمعه. وبالصدفه بيتفاجئ ميجل بوجود هيكتور معاه في نفس الحفره، فبيجري ميجل عليه بسرعه وبيحضنه، وفجاه بيتعب هيكتور وبيطلب من بنته انها ما تنساهوش لانه بكده هيتلاشى. وبيروح هيكتور لميجل وبيعرفه ان هو كان بيحاول يوصل لعالم الاحياء علشان يقدر يشوف بنته، وبيلوم نفسه لانه ساب عيلته ومشي من الاول. وبيتمنى هيكتور ان هو يشوف بنته كوكو والمره واحده بس. وساعتها بيستغرب ميجل من اللي بيسمعه وبيبص في الصوره وبيسال هيكتور اذا كان هو الشخص اللي موجود في الصوره، وبيفهم ميجل وقتها ان هيكتور يبقى هو جدته الحقيقي. وبيحزن هيكتور جدا لانه كوكو هي الوحيده اللي فاكراه في عالم الاحياء، وانها بمجرد ما هتموت هو هيتلاشى من عالم الارواح وبكده مش هيقدر يشوفها للابد. وبيقول هيكتور لميجل ان هو كتب اغنيه اسكوريني الكوكو، وبيفتكر لما كان بيغنيها لها كل يوم وهي صغيره. فبيتعصب ميجل جدا لان ارنستو سرق جيتار هيكتور وكمان سرق كل الاغاني بتاعته، وبالرغم من كده بيقول ميجل لهيكتور ان هو فخور بيه. فبيفرح هيكتور وبيتحمس جدا وبيفضلوا ينادوا هما الاثنين علشان اي حد يسمعهم ويجي يساعدهم. وفجاه بتيجي ايميلدا بالوحش بتاعها واللي بتتعصب جدا لما بتشوف هيكتور، ومع ذلك بتخرجه من الحفره وبتطير بيهم في السماء لحد ما بيوصلوا لمكان عيله ميجل اللي بيفرحوا جدا برجوعه ليهم. وبتتعصب ايميلدا وبتلوم هيكتور وبتطلب منه يمشي، لكن وقتها بيدافع ميجل عنه وبيقول لايميلدا ان هو موافق على كل شروطها لكنه لازم يرجع الصوره بتاعت هيكتور اللي ارنستو اخدها، وبيفكرها ان هيكتور واحد من عيلتهم وما ينفعش يتخلوا عنه، وبيفهمها ان هو كان عاوز يرجع لهم لكن ارنستو قتله. وفجاه بيتعب هيكتور وبيفهم وقتها ان كوكو على وشك انها تنساه، وبيعتذر هيكتور لايميلدا لانه تخلى عنها وبيطلب منها انها تساعده. فبتتاثر ايميلدا وبتقول لميجل انها هتساعده بشرط ان هو ينسى الموسيقى، فبيوافق ميجل وبيقول لها ان عيلته هي اهم حاجه في حياته وانه مش هيتخلى عنهم علشان بيحب الموسيقى. ومن ناحيه تانية بيبدا العرض التقديمي للحفله، وفي الوقت ده بيتسلل ميجل هو وعيلته من خلال العرض ده بمساعده فريدا، وبالصدفه بيقابل ارنستو وبيجروا وراه علشان ياخدوا منه صوره هيكتور. ولما الحراس بيحاولوا يمنعوهم بيتحدوا عيله ميجل وبيهاجموهم وبيضربوهم بمنتهى البراعه، وبتقدر ايميلدا انها تاخد الصوره من ارنستو وبيهاجموا ميجل وبيبعدوا عنها، ولكن فجاه بيشتغل الاسانسير بالغلط وبتطلع ايميلدا للمسرح، فبيروح ارنستو وراه هو وميجل وباقي عيلته، وبيستغربوا كل الجمهور من وجود ايميلدا على المسرح، وبيأمر ارنستو الحراس انهم يمسكوها. ولكن ساعتها بيوصل ميجل لايميلدا وبيشجعها وبيطلب منها انها تغني، وبيدي جيتار لهيكتور علشان يعزف لها، وفعلا بتتحمس ايميلدا وبتبدا تغني للجمهور اللي بينبهر لما بيسمع صوتها وبيحيوها. وبتفضل ايميلدا تغني وهي بتهرب من الحراس اللي عاوزين ياخدوا منها الصوره، وبتحاول ايميلدا
إيميلدا إنها تقرب من ميجل علشان تديها له، ولكن أرنستو بيمنعها وبيرقص وبيرني معاها وبيشتتها، وبيقدر إن هو ياخد منها الصورة، فبتتعصب إيميلدا وبتضربه وبتاخد الصورة منه وبتجري بسرعة وبتروح تحضن هيكتور وبتدي الصورة لميجل. وقبل ما تديله مسامحتها علشان يرجع لعالم الأحياء بيظهر أرنستو فجأة وبيمسك ميجل وبيسحبه وبيكون عاوز يرميه من على السطح، وفي الوقت ده بيستغلوا عائلة ميجل الفرصة وبيوجهوا الكاميرا على أرنستو وبيعرضوا للجمهور اللي بيحصل. وفعلا بيشوفوا الجمهور أرنستو وهو بيقول لهيكتور إن هو مش هيسمح لميجل إن يرجع لعالم الأحياء علشان يعرف الناس الحقيقة. فبيتعصب ميجل وبيقول لأرنستو إن هيكتور هو أعظم موسيقار في التاريخ وإن هو اللي قتل وسرق الجيتار بتاعه. فبيتضايق أرنستو وبيقول إن هو هيعمل أي حاجة علشان يحقق حلمه وبيرميه من على السطح. وساعتها بيكونوا كل الناس شايفين اللي حصل، وفي الوقت ده بيطير الوحش بتاع إيميلدا هو والكلب دانتي وبينقذوا ميجل، ولكن للأسف بتقع صورة هيكتور في المية. وبمجرد ما الجمهور بيشوفوا أرنستو على المسرح بيتعصبوا جدا منه وبيرموا عليه أكل وبيفرحوا لما بيعرفوا إن ميجل رجع لعيلته تاني. وبيروح الوحش بتاع إيميلدا لأرنستو وبيقرب منه وبيهاجمه لحد ما بيرميه على الجرس اللي بيقع عليه وبيموته. ومن ناحية تانية بيحزن ميجل وبيعيط لأن هيكتور بيكون على وشك إن هو يتلاشى وما بيكونش ميجل قادر يساعده. وساعتها بيمسك هيكتور ورقة شجر هو وإيميلدا وبيد مسامحتهم لميجل بدون أي شروط. وبمجرد ما الورقة بتلمس ميجل بيرجع تاني لعالم الأحياء، واللي بياخد الجيتار وبيجري بسرعة وبيرجع للبيت وبيروح لماما كوكو وبيحاول يفكرها بوالدها هيكتور وبيوريها الجيتار بتاعه، ولكن للأسف ماما كوكو ما بتكونش فاكراه. وفجأة بتدخل جدة ميجل ومعاها والده ووالدته بيطمنوا عليه. وقبل ما ميجل يفقد الأمل فإن ماما كوكو تفتكر هيكتور بتجيله فكرة وبيمسك الجيتار وبيبدأ يعزف لماما كوكو أغنية أسكوريني. وبيفضل ميجل يلني وهو بيعزف على الجيتار لحد لما ماما كوكو بتبدأ تغني معاه، والأول مرة بترجع الذاكرة لماما كوكو وبتفتكر كلمات الأغنية. وبيتفرجوا أهل ميجل عليه وبينبهروا بعزفه اللي بيكون مميز جدا. وبعد ما الأغنية بتخلص بتقول ماما كوكو لميجل إن والدها كان بيغني لها الأغنية دي دايما، وبتوري له كل الجوابات والقصايد اللي كان بيبعتها لها، وكمان بتكون محتفظة بالصورة بتاعته اللي اتقطعت. فبيفرح ميجل جدا وبيكمل الصورة وبياخدوا لماما كوكو. وبعد فترة بيكونوا كل الناس عرفت حقيقة أرنستو وإن هو حرامي، وده بفضل القصائد اللي هيكتور كان بيبعتها لبنته. وبتعدي سنة كاملة وبيجي تاني يوم الموتى وبياخد ميجل أخته الصغيرة وبيعرفها على صور قرايبهم اللي ماتوا، واللي بيظهر ما بينهم صورة ماما كوكو اللي بتكون ماتت هي كمان. ومن ناحية تانية في عالم الأرواح بيفرح هيكتور لأن قدر يعدي من البوابة، وأخيرا بيشوف هيكتور بنته كوكو وبيحضنها وبيعدي من على الجسر وهو وزوجته اللي سامحته بعد معرفة الحقيقة. وفي عالم الأحياء بيحتفل ميجل هو وباقي عيلته بيوم الموتى وبيحتفلوا معاهم كل قرايبهم اللي ماتوا. وأخيرا بيغني ميجل وهو سعيد ومبسوط. وأخيرا بيقدر ميجل إنه يحقق حلمه بعد ما فهم إن مفيش حاجة أهم من العيلة.